كل عيلة يصرف لها 50 جنيه على وجه السرعة، واصرف خيمة لكل أسرة وبطاطين بعدد الناس. وربنا المعبود البيت ده اتحرق بفعل فاعل. معمل الجناية هو اللي هيقرر إذا كان الحريق بفعل فاعل ولا بسبب إهمالكم. يا بيه الشرنوبي هو اللي حرق البيت. مين الشرنوبي؟ صاحب الناس الكبير. ايوه يا عبد اللطيف. كله تمام؟ انتهى خلص؟ طب والبوليس؟ طيب خليك انت هناك وبكلمني تاني. يا باشمهندس مش لسه صلاح عبد السلام الغرباوي برضه؟ اي خدمه. اتفضل اركب، عايزك في موضوع مهم. خير ان شاء الله. تعال اركب. وبلا قافله تطلع مين سيادتك؟ انا عمك ابو الفتوح. اتفضل تعال. انت طيب ونيتك صافيه، وكل واحد بياخد على قد نيته. خد مخرطة تعمل 30 عملية هدية من الشرنوبي بيه. طب والشرنوبي بيه لا مؤاخذة بيهدينا مخرطة بمناسبة ايه؟ انت يا ابني مش الورشة اللي انت بتشتغل فيها اتحرقت؟ ولما هو طيب وبيعرف ربنا كويس حرق البيت ليه؟ شوف اديك ظلمته. الشرنوبي بيه اصله له اعداء كتير وعاوزين يلفقوا له تهمه بالزور. طب ما هو لو بريء القانون هينصفه. طب امال مين الفاعل؟ انت. ايه؟ انت ما بتاكلش سلطه ليه؟ تفتكر الفاعل هيتحكم عليه بقد ايه؟ مش عارف. مش اقل طبعا من 3 اشهر حبس. بس لحسن الحظ. يعني ايه؟ يعني الشرنوبي بيه ما يستاهلش البهدله دي. ويتبهدل ليه؟ مش بتقول انه بريء؟ ومين يعرف انه بريء غير انا وانت؟ لا انا ماليش. ايه بقى اللي نقدر نعمله علشان نثبت براءته؟ لا حكايه براءته يا ابني ده العمل الصالح له ثوابه في الدنيا. يعني المخرطة دي قصاد اني اسم الله عليك اروح المحكمة واشهد ان البيه بريء؟ لا، تروح المحكمة وتعترف ان انت اللي حرقت البيت. خير اتفضل. طيب قلت ايه؟ ايه رأيك؟ سمعني الموافقة. قلت ايه؟ ما تتكلم. انت لما تقابل الشرنوبي بيه هتتفك عقدة لسانك. اقابله؟ هتقابله شخصيا. انا مستعد اعمل كل اللي سيادتك تقول لي عليه يا فندم، بس الاول لو سمحت يعني عايز اعرف مين اللي حرق البيت. الإهمال. تلاقي واحد من السكان شرب نفسين عجوزة انبسط نام ونسي الفحم مولع. اصل النيابه بتقول ان سيادتك
هو اللي حرق البيت، لان انت الوحيد اللي ليك مصلحه في كده يعني. وبرضه الناس كمان بتقول كده. وبتقول ايه كمان؟ بيقولوا انك انت ما عرفتش تبيع البيت بتمن كويس عشان في سكان قمت حرقه، وبالشكل ده تقدر تبيع الارض غاليه. ده بيقولوا المتر دلوقتي وصل 500 جنيه. والمخرطه كمان تمنها 30,000 جنيه. مخرطه تقدر تكون بيها نفسك وتفتح لك ابواب المستقبل. امسك. وادي كمان 500 جنيه مؤقتا توضب بيهم احوالك. طيب والسكان اللي اتشردوا وبيناموا في الخيم؟ السكان دول ولادي. انت هتوصيني على ولادي؟ انا هبني لهم مساكن. وريله المشروع. تعال. اهي المساكن دي يا صلاح. فيها ميه سخنه وميه بارده؟ فيها يا فندم. فيها تلفزيونات ملونه وتليفونات؟ فيها كل حاجه يا فندم. ايه المنطقه دي؟ دي جناين يا فندم علشان السكان يشموا فيها هوا. انا عايزك تبني لي استراحه هنا. يا بلاش. كل ده قصاد 3 اشهر حبس. قضية رقم 263 لسنة 1981 المتهم فيها صلاح عبد السلام غرباوي بأنه أحرق عمدا العقار رقم 9 الكائن بشارع سكة الملكة قسم الخليفة بعد الاطلاع على المادة 252 عقوبات وسماع مرافعة الاتهام وارتفاع وشهادة الشهود. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما عملتش حاجه، وبتعمل ليه ما عملت حاجه؟ بناقص مخرطه 10 سنين 10 سنين. احنا متفقين على 3 اشهر بس. ابو الفتوح ده فينا مش ده ما فهمتنا. ابو الفتوح ده بيقول لك 10 سنين. ابو الفتوح 10 سنين. هو اتفق معايا يا بيه؟ اتفق معايا على 3 اشهر حاجه. 10 سنين ده ايه؟ انا ماليش دعوه. 10 سنين ده ايه؟ انا متفق ان اشيل 3 اشهر انما 10 سنين اشيل 10 اشهر. ابو الفتوح لازم تقول للقاضي ان انا بريء. ابو الفتوح لازم تقول له. الله، دول 10 سنين. ابو الفتوح 10 سنين. 10 سنين ليه 10 سنين؟ انت عارف ال 10 سنين دول هيصفصفوا على كام؟ ها؟ على 5. مظبوط؟ الافراد بيتم في نص المده يا اسطى. انا مش هقف في السن دقيقه واحده. اسمع بس ما تخربش على نفسك. عليا وعلى اعدائي يا حصول. انا شايل القضيه دي بدل واحد تاني، بالعربي كده بدل الشرنوبي بيه. انا شغلتي اسلمك للسجن وهناك اعمل اللي يريحك. خلاص الحكم صدر. ما يقصد لسه في استئناف وفي ضغط وفي ابرام. انا هوصلها اكبر محكمه. وحياتك لو سمحت تجيب لي عرض حال ده من على الباب. حاضر. انت عارف الشنطه دي فيها ايه؟ شقه. بعد ما تخرج من السجن هتنام فين؟ في الشارع. اتفضل يا استاذ. انت عارف تمليك شقه باسمك في عماره الشرنوبي بيت في الدقي. ايه يعني 5 سنين سجن؟ على جزمتك يا اخي. عايزينك دخلت كليه الهندسه. ما هي 5 سنين برضه. بس اللي بيخش كليه الهندسه وبيطلع منها ما بيلاقيش شقه مستنياه تمنها 50,000 جنيه. كده ولا لا؟ ده غير بقى المخرطه والورشه والماهيه اللي هتصرف لك كل شهر طول ما انت في السجن. ما هي تكفيك وتوفر منها كمان. انت مش ناوي تكمل نص دينك؟ يلا الجدعن كده وخلص مدتك واطلع من السجن. معرض في جيبك و1000 من تتمناك. والعيش والملح يوم خروجك من السجن تلاقي عربيه مستنياك على الزيرو، تستلم مفاتيحها وتنزل بيها مصر. انت مش بتعرف السوق؟ والوالده راتبها هيروح لها لحد عندها في البلد. ولا تحب نجيبها نقعدها في الشقه بتاعتك اللي في الدقي؟ على الاقل لما تحب تزورك يبقى المشوار بسيط. لا بلاش. هو حد يقول لها اني السجنت؟ اتفضل تعال. امضي هنا وهنا جنب امضة البيه. شقة لوكس بقى، 6 مطارح وحمامين. تصدق بالله انا شقتي 3 مطارح وحمام واحد بس.
مبروك عليك. بص عدل يا مسجون، بطل ضحك، بص يمينك. خش. اترزق. قوم يا مسجون اعمل بلومتك. يلا.
على السلامة. شرفت دار الاصلاح والتقويم. اسمي كريم. صلاح. ومحسوبك شمشون. وانا فاروق. ايه رايك في اعمالي؟ انا اعمالي بقى لا مؤاخذه في القرافه. يانا 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 اتفضل. في الاول كده وبعدين معدتك هتاخد عليه. تسمع؟ متشكر قوي. اتفضل. لا اتفضل. طب الاكل والسجاير. خد منه. خد. قالوا ما تكسفنيش بقى. نسيت ترسم ظهرها. صدق يا شمشون، انا قعدت اشتغل في الورقه ام 5 دي. لو قلت لك طبعت منها يجي 10,000 ورقه ولا اي حاجه خالص. اتجوزت وفتحت بيت واخر نغمغه. الحكومه كانت تايهه عني خالص، لكن لما فكرت ارسم دولارات مسكوني من اول دولار. شفت القيمه؟ انت بتزور؟ انا فنان برسم الفلوس. ومحسوبك بيقتل النفوس. ليه؟ شغلتي كده اللي باكل منها عيش. مش كده يا صلاح، الزعل يطول ايام السجن. يعني الفرح هو اللي هيأثرها؟ معلوم. مش بيقولوا الاوقات الحلوة بتمر بسرعة؟ خلاص خلي كل اوقاتك حلوة. ما هو في السجن زي الحرية بالظبط، فيه الحلو وفيه المر. المر انا عارفه كويس. والحلو مسيرك تعرفه. وايه الحلو بقى اللي في السجن؟ الصحوبية مثلا. الصحوبية اللي على حق تلاقيها جوه السجن، ما تلاقيهاش بره السجن.
يا صلاح، عايز تتفرج؟ تعال تعال معايا، تعال يا اخي. يلا شمشون، اوعى بسم الله اهو، اوعى اوعى. اتفضل صلاح. بدل اخضر اخضر اخضر. وحشتيني. فات الكتير ما بقاش الا القليل. مفيش اخبار عن الافراج؟ عن قريب ان شاء الله. شمشون، صلاح، اكل ملكي. الله، المدام نفسها حلو في الطبيخ. بس حلو في كل حاجه. يبقى صديقتي وليا كانت عايزاني اقتلها راجل. كانت وليا حلوه وما معهاش غير 10 جنيه، مدتها كنت باخد في الراس 100 جنيه. مدت ايدها وبتديني ال10 جنيه وبتقول لي بقاله. قلت لا، حط فلوسك في جيبي. حرام اخد منها 10 جنيه وداخل عليها عيد. وقتلت الراجل مجانا. لا شام، بتقدر ظروف الناس. على الله بقى القاضي يقدر ظروفي. قاضي ايه؟ الاستئناف يعني ولا ايه؟ لا، دي قواضي قتل قديمه غير اللي انا داخل بيها. هي الجلسه امتى؟ 15/6 اللي جاي. تفتكر هاخد اعدام ولا مؤبد؟ طيب ايه رايك بقى انك انت هتطلع براءه؟ ازاي؟ انت مش قلت للوليه خلي فلوسك في جيبك؟ ما هو كان داخل عليها عيد. خلاص، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ولا يا فاروق؟
حتى انت يا فايزه اتعلمتي وقفه الشبابيك. اقفلوا الشبابيك، يلا بلاش لكاعة. العنبر كله ملاحيظ، اتخندوا وناموا العنبر كله يتكسر. تمام يا ريس. الهي تناموا ما تقوموا جاتكوا البلا. الهي ما يطلع عليكم صبح يا المجد الشوارع يا غجر اسفخس جاتكوا 60 نيله. الجواب ده والنبي يا فايزة. لا انا قريهولك قبل كده 10 مرات. اعمل ايه؟ ما هو مفيش بصه جت النهارده. هو انت ما يهدالكيش بال الا بجواب كل يوم وكل ساعه نحره. هو انت عشان ما حدش عبرك بجواب من يوم دخلتك؟ جواب اهو يا اختي. ورينا. خدي اقري يا فايزه وسمعيه. حاضر. انا والنبي انا. حبيبتي ببعتلك سلام مع الحمام، والزهور لو نطقت هتقولك بحبك بحبك بحبك. ليلة امبارح حلمت بيكي حتة حلم كان له العجب. كلام يقطع القلب صحيح لكن ما ياكلش عيش. كان حاطلك جنيه في الجواب تجيبي سجايرك. انا باخد جنيه بس انت بقى تدفعي جنيه علشان حد يبصلك. والله فاكره مش عارفين يتكلموا. اسم الله عليكي يا اختي يا بتاعت الجامعه. لا يا بنت انتوا هي عالسرير الهيله هوب يا شاويش قلبي بيطب. 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 ايوه تعالوا في المطرح انا مروحه. انا اشتغلت 5 ساعات زياده، مش هتكتبي لي بيهم الست؟ بعدين دول 5 ساعات ب50 قرش، انا اولى بيهم يتحطوا لي في الكانتين. لسه برضه اخوكي ما بيزوركيش؟ تلاقيه مشغول قوي. انت عارفه بقى الدكاتره ولا بيبعت لي جوابات؟ يمكن يكون في بعثه في امريكا ولا في انجلترا، اصل طول عمره كان متفوق في دراسته. كتر خيرك. فايزه خلي بالك بكره عيد الغطاس وانا مش جايه. غور تداني وعلميهم على اصل الباترون. حاضر. كل سنه وانت طيبه. ان شاء الله باذن الله كده ربنا هيكرمكم بكره والدنيا تمطر تغرق الدنيا كلها مطر. انا كنت فاكر ان الحب مساله نزاهه ومنظره، وان اللي تعبان في عيشته ما بيجيلوش قلب يحب.
مظبوط. صح. لا مش صح، يعني من غير اعلام كده اللي ظروفه صعبة يحس الحب اكتر من اللي ظروفه مستريحة. انا متهيألي ان اللي ظروفه يعني متيسرة ومستريحة ما يحبش. يحب ليه؟ وكمان ما يحسش، بيتقتل عنده الشعور. يعني انا مثلا مع كل الضيق اللي انا فيه ده وحبيت، بعت لها جوابات. انا ما اعرفش هي مين، ما اعرفش اسمها، انا حتى ما اعرفش شكلها. طب ما انتش معلمها بعلمها؟ ايوه، منديل اخضر كان في ايديها وكانت بتلغيني بيه. خلاص يبقى اكتب على الظرف الى ذات المنديل الاخضر. البوسطة جت. طيب حاضر هقراها لكم حالا. عنك انت بس اقرا لنا. خدي يا بنت شغل غسيل. خدها على الباب. ده جواب شريف. علي يا عمر، ده عشانك انت عطيات. خدي زين. حسنية الشهيرة بفتكات رمش العين. هو مسميكي كده ليه؟ الأخت العزيزة ذات المنديل الأخضر، هديكي أرق التحيات وأحب أعرفك بنفسي. أنا صلاح عبد السلام الغرباوي، دبلوم صنايع، شاطر جدا في الخراطة، لكن مكسبي كان مكفيني بالعافية، خصوصا وأنا عندي أحلام كبيرة. فدخلت السجن عشان أبني مستقبلي وأكون نفسي. دخلت السجن عشان أبني مستقبلي وأكون نفسي. بصراحة أنا كنت مهموم وحزين، ولكن راحت همومي لما شفتك وشفت اللون الأخضر بين إيديكي. ربنا يجعل سنينك كلها خضرة. وختاما أتمنى لك السعادة وراحة البال. مخلص ليكي صلاح.
يا عم صلاح، ايه حكايه انك دخلت السجن عشان تبني مستقبلك؟ طب ازاي؟ عايز افهمها دي. فايزه فايزه، فايزة، أنا شايل تهمة عن واحد كبير نظير إنه يأمن لي مستقبلي، واتحكم عليا ب10 سنين، لكن أنا ناوي أخرج في نص المدة لأني بعيد عن المشاكل والشغب، وأنا متشكر جدا لأنك اهتميتي بيا، وده دليل إنك إنسانة وقلبك طاهر. وعلى فكرة، أنا عمري ما هسألك أنت دخلت السجن بتهمة إيه، لكن يهمني أعرف محكوم عليك بقد إيه. أخي العزيز صلاح، أنا اسمي فايزة حسن. كنت في الجامعة وكان فاضل لي سنة واتخرج، لولا إن اتحكم عليا ب3 سنين. قربوا يخلصوا عقبالك. أنا فكرت في طريقة نقدر نشوف بيها بعض من قريب. اطلب منهم يشغلوك نبطشية عيش. أنت عارف إن سجن النساء ما فيهوش فرن. كراية العيش بناخدها من سجن الرجال، وانتم كل يوم بتشيلوا العيش لغاية البوابة. بوابة سجننا سجن النساء. أنا هكون في النبطشية اللي بتستلم منكم، وبالطريقة دي نتقابل عند البوابة. بس احنا ما نعرفش شكل بعض. سهل انك تعلم نفسك بعلامة وعلم نفسي بعلامة، ولا اقولك بلاش تعلم نفسك بأي علامة ولا أنا كمان، ونشوف إذا كنا هنعرف بعض ولا لأ. لو عرفنا بعض يبقى أرواحنا موافقة بعض، ولو تهنا عن بعض يبقى يا دار ما دخلك شر. سيبني أعرفك بقلبي وتعرفني بقلبك.
بس انا عاتب عليكي. ليه خبيت على عينك بالجمال ده؟ صلاح، لازم تعرف انا دخلت السجن ليه. انا كنت صدقيني انا مش عاوز اعرف. كل اللي عايزه دلوقتي ان المسافه اللي بيننا تصغر. نفسي اسلم عليكي، نفسي المسك، وانا نفسي اشوفك من قريب وحاسه اني هلاقي طريقه ان شاء الله. شمشون اصحى، صلي على النبي يا شمشون، اصحى، صلي على النبي، كابوس ونزاح. اصحى شمشون، اصحى، صلي على النبي. خد اشرب، اشرب يا شمشون على مهلك. بس جرب، امسك، خد يا فاروق. بحلم بمشانق في كل حته، الجلسه قربت وانا متشائم. ربنا رحمته واسعه واحنا عبيده. دور شاي بالعناع بقى. لا ما تعملش حساب يا فاروق، اعمل ليك انت وشمشون بس. طب خد عننا ايه يا صلاح؟ انت بقالك 4 ايام ما بتاكلش. انت مضروب عن الطعام. الله، طب مش تقول لنا يا اخي صحوبيه ايه ده؟ انت خدت شربه؟ لا. ليه؟ ليه؟ عشان ما يجيلكش تسمم، تاخدها دلوقتي. لا هي كمان ما خدتش شربه. انتوا متفقين تتقابلوا في المستشفى؟ ما هم نقلوها المستشفى امبارح، جسمها ما استحملش الجوع، وانا اهو ما حصليش حاجه، بان عليها واخد على الجوع. شمشون انت قلبك جامد، اضربني، افتح لي دماغي، اعمل لي عاهه، اي حاجه توديني المستشفى. تفكرني يا اخي ما عنديش قلب. انت هتعمل لي معروف، لازم اروح المستشفى باي حاجه. يلا يلا، حرام عليكم، يلا. عايز اروح المستشفى، حرام عليكم، عايز اروح المستشفى، حرام عليكم. نام دلوقتي، اطمن يا صلاح، ليك على عيا بكره الصبح تخرج من هنا على نقاله. لا ده انا اصلي
هروح دورة المية. دورة المية. في حاجة يا دكتور؟ انت مش دكتور، انا ما شفتكش قبل كده. انا الدكتور من الداخليه، جاي للمسجونه اللي اتحولت عندكم. هي فين؟ ده رجعت السجن يا فندم. ليه بس؟ الحمد لله بقت كويسة، والدكتور قال انها ترجع. والدكتور مش عرفه، مش هتحاول نخرجها. كان لازم اشوفها انا بنفسي. لا، تأديب يا روح امك عشان تحرم تبلع حاجة تانية. حسن يا فندم. ده طلب تصريح بالجواز يا فندم. ايه؟ إذن لسيادتك اتجوز صلاح عبد السلام غرباوي، دور 3 زنزانة 5. لكن ده انت افراج الدفعه جاي. بعد اذنك احنا هنكتب هنا في السجن. هو محكوم عليه بقد ايه؟ 10 سنين ان شاء الله. هيصحوا على 5، فات منهم سنة دلوقتي، يبقى فاضل 4. ولنفرض، لكن هتعملي ايه في السنين دي كلها؟ هستناه. مظبوط يا فندم، 10 سنين كتير، بس انا مش ناوي اقعد عندكم الا 5 سنين بس، لاني حاسن السير والسلوك. كلها يومين وهيفرج عنها. سيبها تخرج من غير ما تأيدها بجوازة مع ايقاف التنفيذ. ثم كمان انا وصيت عليها في جمعيه رعايه المسجونين، هيشغلوها في مصنع. كل اللي بيشتغلوا في المصنع ده كان اصلهم مسجونين وتابوا. وكمان انا وصيت عليها انهم ياخدوا بالهم منها لغايه لما تاخد الليسانس، وبعد كده يا سعاده البيه خير البر عاجله. الجواز في السجن مش لعبه، ده اجراءات طويله ومعقده. ما تبسطوها يا فندم، احنا ذنبنا ايه؟ ذنبك انك مسجون. فاهم يعني ايه مسجون؟ يعني انت في نظر القانون فاقد الاهليه. الحب ما فيهوش لا قانون ولا فقدان اهليه، ربنا هو اللي بيؤلف القلوب على بعض. ولا يهمك يا صلاح، هي اول ما تخرج هتبقى حرة، مفيش حد له حكم عليها، وتقدر تكتب عليك في اي وقت. ليك عليا اعمل لك فرح ولا الهيلتون. وانت كمان يا فاروق
ليلة ما يفرجوا عنك هعمل لك عنبرة ما شافتهاش السجون. صلاح تعالى عندك زيارة. جرى ايه يا ابني؟ ما انت كويس اهو. انا اول ما قريت الجواب اللي انت بعتهولي افتكرت جرى لك حاجه، جيت على ملاوشي. عملتوا ايه في النقد؟ نقد؟ نقد ايه؟ احنا هنهزر مع الحكومه ولا ايه؟ ما كنت تقول من الاول انك مش عايز يكون لقينا بدلك بدل ال1,000. صدقني يا ابني في شبان كتير بيحسدوك على النعمه اللي انت فيها. تعرف انا جاي منين دلوقتي؟ تقول منين؟ انا مش عارفك. من الشقه بتاعتك. يا سلام، اما الجدع مهندس الديكور ده طلع فنان بصحيح. عمل لك الشقه يا صلاح. اقول لك ايه؟ جنه. وقدمت لك كمان على تليفون عقبال ما تطلع بالسلامه يكون ركب. ولا الشبابيك ألمونيا بإزاز في مية عسلي يجنن. لا خليها اخضر، هي بتحب اللون الاخضر. هي مين؟ امك؟ لا فايزة، اصل احنا ناويين نتجوز بقول لك ايه، تبقاش تبعت لي جوابات تاني لانها بتتراقب. كلمة تطلع كده ولا كده فيها خطر عليك. سلام عليكم. شمشون ان شاء الله. واحد الله يا راجل. خد اشرب شمشون. اشرب خير، اللهم اجعله خير. اشرب. بتشاهد شوية شمشون، عايزين نكون في المحكمة من بدري. طيب. نعيمة. نعم الله عليك. احنا هنوضب الحفلة بتاعت فاروق، قبل ما تيجي بالجلسة هتكون كل حاجة جاهزة. دي هتكون ليلة العمر يا فاروق. مبروك الافراج. عقبالك يا شمشون. الله يبارك فيك. عقبالك يا صلاح. صلاح انت زي ابني، والابن بيورث ابوه. انا كنت ساكن في حته الدبال الازرق ما يعرفش طريقها، في التراب الجديده بتاع الجبل الاحمر. خرط الف نمره 3. احفظ العنوان كويس. المفتاح انا دفنه تحت العتبه. تحت السرير صندوق فيه 1000 جنيه. حلال عليك. ده انا ازودهم لك يا عم شمشون، او لسه كنت حي ما تجيش. شمشون مع السلامة. مع السلامه. مع السلامة. شوف وشك بخير. انا حاسس اني هاخد اعدام. تفتكر اعدام ولا مؤبد؟ انا مستبشر خير، مؤبد باذن الله. قول يا رب يا عم شمشون، قول يا رب. يا رب. واحد يا ورد، 2 يا فل، 3 يا ياسمين، 4 يا ابدع ناس معلمين. يا عدوة 5 خمسات حرامية. 6 ستات، 7 سبعات يا زهرة الشباب الوطنية، و8 يوديك الهرم، و9 ام المصريين، وسعد قال مفيش فايدة. راسنا جدع. فاروق.
فاروق روح صحبته الحلوه حلوه احنا هتوحشنا شمشون ربنا رجعه السجن بالسلامه وانا وانتوا ربنا يفك سجننا كلنا سلام يا جدع علينا كلنا. شمشون خد اعدام. فايزة شمشون خد اعدام يا فايزة. شمشون خد اعدام يا فايزة. انت هتخرج وهي هتخرج وهتسيبوني لمين؟ انا مكاني مش هنا، انا مكاني بره. ده مكاني الشرنوبي. الشرنوبي لازم يجي هنا. أنا فايزة. فايزة مين؟ الدكتور سامي حسن موجود؟ هو في الشغل. صباح الخير. أهلا. حضرتك المدام؟ أيوه. أنا أخته. هو ملوش إخوات. قصدي ما قاليش إن له إخوات. اهلا وسهلا. الحمد لله بالسلامه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. سوري انا ما قلتش للمدام، كنت مستنيك اما ترجعي عشان اعملها مفاجاه. اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. ها ورجعتي من امريكا امتى؟ الدكتور سامي اخويا فاروق كان زميلي في السجن. روحي اعمل قهوه. تعالى اما افرجك على المعرض. كان المفروض تيجي لوحدك. انت بتشتغل هنا؟ انا صاحب المعرض ده، بس كلفنا كتير ومكسبه برضه مش قد كده. انا كنت فاكره هلاقيك في مستشفى في عياده. هو في احلى من دول عيانين؟ عندهم انتفاخ في جيوبهم. يعني انت سبت الطب؟ انا شطبت اسمي من سجل الممارسين وكتبته في سجل الموردين. بس احنا تعبنا قوي عشان تبقى دكتور. انا عملت اللي عملته ودخلت السجن. انا مش ناسي اللي عملتيه عشاني. تحبي تاخدي مرتب شهري ولا مبلغ على بعضه؟ انا من رأيي تاخدي المبلغ على بعضه. اعملي بيهم مشروع
ولما تعوزي حاجه كلميني بالتليفون، التليفون اللي هنا. اصل انا ما بروحش البيت اللي عنهم، بس بتعب قوي في الشغل يا فايزه. اتفضلي. عايزه نصيحتي؟ مفيش داعي تعرفي الاشكال دي. يلا يا فاروق. انا اذنك يا فايزه، انا احتاج واجب برضه. شاهد صلاح لسه ما خلصتش، ما اقدرش اسلمها لك دلوقتي. ابو الفتوح قال انها خلصت. انا يا فندم اضطريت اقول لصلاح كده لما بعت لنا الجواب. انا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. وانا ما افتكرش اني شفتك قبل كده. واثقه من نفسها قوي قوي. يعني انت فاكره كل يا سعاده البيه دول بيقابلوا كل ليله رجاله اشكال والوان، الله يكون في عونهم. يعني اقول لصلاح ان مفيش شقه ولا يحزنون، ولا بلغ البوليس عن تجارتك في السوق السوداء وعن الفراخ الفاسده؟ العيش بره عندكم اسود وناقص في الميزان وبالطوابير والضرب، انما هنا وزنه قانوني وابيض ومش مخلوط، ويجيلك لحد عندك في الزنزانه. انا شايل لك الرغيفين، خدي فرجيهم للاولاد. السجن من غيرك بقى سيب. وحشتني يا صلاح. استلمت الشقة؟ خدتها من عينينا، مرضيش يسلمني المفتاح الا لما هددته بإعادة التحقيق. عجبتك؟ زي السجن عشان انت مش فيها. قولي لي مبروك. مبروك. تاني ورا مدير السجن لغايه ما وافق على الجواز. امتى؟ هو وعدني انه هيجيب المأذون الزياره الجايه. في موضوع أنا الأوان إنك تعرفه وأقولك عليه. أنا دخلت السجن علشان ما تكمليش. من كتر ما أنت مسامح كده متهيألي إنك مش فاهم. مش عايز افهم. لو بتعزني خليني أقولك. لو بتعزيني ما تقوليش. صلاح بلاش نتجوز وأنت في السجن. هتستنيني لغايه ما اطلع؟ مش هستناك كتير، كلها يومين 3 وتخرج ونتجوز وأنت حر. اهرب يعني؟ تهرب ليه؟ هو أنت المجرم؟ الشرنوبي وأمثاله هم المجرمين. أنت تقدم التماس بإعادة التحقيق وتقول للنائب العام على كله. احنا مش خلاص خدنا منه الشقة؟ نبقى ندفع له الإيجار بالشهر، والخلو أنت دفعته 2 من عمرك. أنا قلت لك محامي كبير قوي. ساعات اللي بيس جلات الكانتين هي اللي تثبت ان بالفتوح كان بيدفع لي 100 جنيه كل شهر. ودي قرينه مثبته. وكان بيدفع لك المبلغ ده ليه؟ عشان اسكت عن الحقيقه يا فندم. يا اخوالك، هو كان شايل الفلوس دي عندي امانه، وكنت بدفع له منها مصروف شهري هو والست والدته. كان شايل عندك كام يعني؟
اللي كان شايلهم عندي خدهم، وباقي له في ذمتي 3 جنيه ونص. عشان ما يبقالكش عندي ولا مليم بعد كده. شيل الفلوس دي. التحريات اثبتت ان صلاح فقير. ده شيء واضح مش محتاج التحريات. يعني ما يقدرش يدفع 50,000 جنيه؟ طبعا لا. وازاي بقى دفع لك 50,000 جنيه؟ انا ما خدتش منه ولا مليم. يعني اديته الشقه ببلاش؟ اهديتها له يعني؟ وعادي بمناسبة ايه؟ بمناسبة انه اتستر على جريمة. انا ما اديتهوش شقة. بس ده معاه عقد تمليك. دي مش شنطتي. انا بتهمه بالتزوير. حولوها للخبير. العقد غير قانوني لان تاريخه كان اثناء وجود صلاح في السجن، والسجين فقد الاهليه لا يجوز له بيع او شراء. طب ليه سلمت الشقه لفايزه؟ انا حر اسلمها للي يعجبني. دي بنت اعرفها من زمان، من يوم ما ابتدت تشتغل في الدعارة، ولما خرجت من السجن ما خلصنيش انها تتبهدل في الشوارع. ده مش سبب كافي انك تديها شقه ب50,000 جنيه. بالصراحه هي عشيتي. ايه؟ انما لو الحكايه دي هتجيب لي وجع القلب بلاش منها. انا هقطع علاقتي بيها. ابو الفتوح اطردها من الشقه. مالك يا صلاح؟ حصل ايه؟ ربنا اقوى منهم يا صلاح. احنا الاتنين اتظلمنا يا فايزة. احنا الاتنين. عشان تبطلوا الامراض. سيب الصورة دي. برا برا غوري في دهلة. وانت وش شو كده يبقى لك 2 جنيه ونص. بعد ما كنت بالبكايته دلوقتي بتنزل دم. اخص على ده زمن. قلب السلامة. ادينا من السلامة. اشتكي ليه؟ كلتنا. رضيت بالسجن عشان شقة وحتتين عفش، وطلعت من المولد بلا حمص. انا بقى مجرم في حق نفسي لو رضيت بالسجن بعد كده. لازم اهرب. هو انت عشان خليت يبقى خلاص السجن بقى كوخه؟ ثم انت عايز ايه من الكانتين؟ اكل. ما بياكلونا هنا ببلاش. ده العيش لوحده يشبع. وبيعالجونا ببلاش. واخصاء اجتماعي بيحل مشاكلنا. بصراحه يا ابو صلاح الجماعه هنا مش مقصرين في حقنا في حاجه ابدا. دول يا راجل عاملين سور حوالين السجن، موقفين عليه حراس عشان يحرسونا، عشان محدش من بره يخش علينا هنا يزعجنا. يا اخي احمد ربنا، ده احنا في نعمه. شايف النعمه؟ شايف العيش؟ في حاجات اهم من العيش. معلوم. اللحمه. الحريه وانت صادق. الحريه اغلى من رغيف العيش. انت ممكن تهرب يا صلاح، لكن مش ممكن تتهنى بهروبك. انا واحد من الناس هربت 3 مرات، بس كل مرة ارجع تاني. عشان العيش طبعا. الله، ايه ده يا فايزة؟ حق متين
يا اختي استريحي، ده انت لسه راجعه من الشغل تعبانه. وكمان ما تكلفيش نفسك وتشتري حاجه تاني بقى. دي حاجات بسيطه. انت عامله فرق ولا ايه؟ ولا فاكره نفسك دي؟ ده احنا اخوات واكتر من اخوات. والله ما انت مادة ايدك على حاجه. مادة الله. دي حاجات هعملها بصراحه. هي زياره امتى؟ بعد بكره. ولو سألك على الشرنوبي هقول له على اللي انا ناوي اعمله فيه. فايدة الراجل ده محدش يقدر عليه. ولا حتى الحكومه. سهل شويه الفراخ هتاكل اكتر من كده. بقول لك زود الاجزاء. هات الازازه. خد له كمان. عبي شاي شويه عبي. يلا قوام. خد له كمان. عبي. اكتب ايه؟ غير صالحه للاستهلاك الادمي، تستعمل علف للاسماك. جميل، نهر ابو اسود ان شاء الله. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ولا حاجه يا حبيبي. احنا جايبين لسعادتك قضيه كبيره قوي، قضيه راي عام. الفراخ دي يا فندم فيها سميات. سميات؟ ايوه، هتحللوها في وزاره الصحه. الشرنوبي يا سعاده البيه بيستوردها بتراب الفلوس ويحط عليها مواد كيماويه وبعدين يبخرها بالاجل. حتى سعادتك شم يا فندم. ده غير اكل القطط اللي بيبيعوا للناس على انه بلوبيف. والجبنه الفسدانه اللي موتت التلامذه. والناس غلابه بياكلوها. احنا اسفين لازعاجك يا فندم. في ايه؟ عايزين سيادتك في مشوار صغير. وتفتكر ده وقت مناسب؟ انا بنفذ الاوامر. اوامر مين؟ اوامر النيابه. انا معايا امر من النيابه بالقبض عليك. طب اتفضل انت وانا هحصلك بعربيتي. الافضل تيجي معايا دلوقتي. دي قله ذوق وهتدفع ثمنها غالي. هتلبس هدومك ولا هتيجي معايا زي ما انت كده؟ ينصر دينك يا فايزه. وهفضل وراه كده لغايه ما اخليه يعترف ويجي يتسجن هنا بدالك. وحياة عيونك يا صلاح قريب قوي هتخرج. أنا المتهم الحقيقي في قضية الفراخ. أنا أجرت المخزن من الشرنوبي بيه واستغليته في أعمال غير مشروعة. وادي عقد الإيجار. أنا اشتريت منه الفراخ على إنها علف، وبعد كده بعتها للبقالين. وادي الفواتير أهي. وأنت بسلامتك حسام علي؟ أيوة يا فندم. وادي البطاقة. طالب في كلية الآداب. أنا اتخرجت السنة دي. وبتشتغل إيه؟ مستني القوى العاملة. إيه بقى اللي خلاك تسلم نفسك؟
لما قريت في الجرايد انهم قبضوا على الشرنوبي بيه وهو بريء، ضميري ما سمحليش. بعت لهم ضميرك ده بكام؟ هيدوا لك شقه ويصرفوا عليك الكام سنه اللي هتقعدهم في السجن. دلوقتي سعادة البيه من حقه انه يرفع عليه قضية طرد من المخزن حيث انه استخدمه في غير الغرض المخصص له. اتفضل، هو خد منك المخزن وبالشكل ده ممكن ما يديكش اللي وعدك بيه، ولا انت واخد عليه ضمانات كافيه؟ يا فندم ما وعدنيش بحاجه، وارجوك تخلصني من عذاب الضمير اللي انا فيه ده. يا حضرة الضابط، البلد دي فيها قانون، والقانون بيقول ان اعتراف سيد الادله. قدامك واحد بيعترف وانا بنت. حضرتك شايف ايه؟ افرجوا عن الشرنوبي. توفيق، اعمل معروف، لازم تساعدنا على الهرب. يا ريت، بس العين بصيره والايد قصيره، الهرب محتاج مصاريف، اذا كان على الفلوس ربنا يدبرها. افوت على حضرتك بعد يومين تكوني حضرت المبلغ والهدوم. عايزه ال1000 جنيه ليه؟ ابني بيهم مستقبلي. وال500 اللي خدتيهم؟ صرفتهم. وانصرفت ال1000 دول كمان وجيت عشان تاخدي. لو طلبت منك تاني ما تبقاش تديني. لا تاني ولا اولاني، انا مش هقعد على تل فلوس، دول يا دوب قرشين عاملهم بعرق جبيني. لو مفيش فلوس هنا هات من البيت. اروح اطلب من المدام؟ انت بتهدديني؟ عايزه تفضحيني قدام مراتي. طب اعملي اللي انت عايزه تعمليه ومش هتطولي مني ولا قرش، ومن هنا ورايح كل واحد يتعلق من عرقوبه. دلوقتي بتقول كده؟ وزمان كنت بتقول ان القفه اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين، فاكر ولا نسيت؟ ايام ما كنت بتحرضني على تفتيح المخ عشان اجيب لك فلوس. شهاده الطب اللي انت مبروزها دي انا اللي دافعه ثمنها، دافعه من شرفي ومن كرامتي. طيب ادي شهاده الطب اللي انت هتذليني بيها اهي. انبسطتي؟ روحي بقى دي ميكروفون واقفي في وسط السوق وقولي انك كنت في السجن، مش هيهمني. ما انا هقول، بس مش هنا، في المحكمه. ارفع عليك قضيه نفقه، انا مسؤوله منك، الشرع والقانون بيقولوا كده. اقدم مستندات بجميع اموالك وحساباتك للمحكمه، وكل واحد بقى ياخد حقه. الضرايب اللي انت متهرب منها تاخد حقها، والجمارك تعرف تحاسبك، وانا اخد منك نفقه شهريه. ياه، ده انت السجن علمك حاجات كتير وسخه، وانت السوق علمك حاجات اوسخ. وايه اللي يضمن لي انك مش هتطلبي مني فلوس تاني؟ مفيش ضمان، وكل ما عاوز حاجه اخد. ايه ده؟ انت بتسرق في الميزان؟ سبت ايه للحراميه اللي بره؟ ما نسيب السجن بقى ونروح بيوتنا. انت هتعمل لنا خوته بقى على 25 جرام ناقصين، وليك عين ترد عليا. والله بقول لك ايه؟ سيب بقول لك انا عديبك. انت حاجات يا توفيق. حلوة مش حلوة. بس يا مسؤول انت هو، بس يا مسؤول انت هو، بس يا مسؤول انت هو، بس يا مسؤول انت هو.
يلا. فسخن يا دي فسخن. اقف عندك. اقبضوا عليه. فتش العربية. اقلبها. بدي في السجن يا فندم. لمصلحتك ما تخرجش بره الفيلا لغايه ما نقبض عليه. يعني ايه؟ المجرم يبقى مطلوب في الشوارع وانا اتسجن في بيتي وتعطل اعمالي؟ القبض عليه مساله ساعات. احنا هنعمل له كمين هنا واول ما يظهر هنقبض عليه. اللي هرب من السجن ما يهموش الكمين، ويا ريته يظهر. انا لو شفته ده هيكون اخر يوم في حياته. ما تعرضش نفسك للمسؤوليه. المسدس مرخص وانا بدافع عن نفسي. شاويش متولي. امان يا فندم. شاويش متولي هيقوم بحراسه الفيلا. وانت تعرف صلاح يا شاويش متولي؟ معايا صورته يا فندم. اطمن يا سعاده البيت، انت دلوقتي في حمايه البوليس. حماية البوليس؟ كمين ده بيتعمل ضدي عشان يراقبوني. هتعمل ايه في الشرنوبي؟ مش هعمل له حاجه. ده انت تقدر. ما يقدر على القدره لربنا. انت فاهم وانا فاهم. امال ناوي على ايه؟ ناوي اعيش معاكي، بس مش هنقدر نعيش هنا. هنسافر. نسافر؟ نسافر فين؟ برا مصر؟ هنتقابل ازاي؟ مش هنشوف بعض تاني.
البوليس هيراقبك عشان يوصل لنا. والباسبورتات؟ حطهم في السينما ديانا في دورة المية بتاعت السيدات، وسيبهم في اول سيفون. عايزين تسافروا فين؟ اصور لكم التأشيرة بالمرة. ايه؟ تحب تسافري فين؟ مش عايزه اسافر. اي بلد تعجبك. ما هي دي البلد اللي تعجبني. ودينا اي بلد ما فيهاش الشرنوبي. وفلوس الطيارة هتعملوا فيها ايه؟ شمشون سايب لي فلوس في المطرح بتاعه. اشوف وشكم بخير. بيصير الحي يتلاقى يا فاروق. هما ليلتين او 3 بالكتير اللي هنقعدهم هنا. استحمليهم. هو كان قال لي الفلوس في الصندوق تحت السرير. احنا ناخد الفلوس ونخرج نستخبى في اي حته. انت مش جعان؟ جعان. مين اللي نفسه ياكل؟ تلاقيك ما فطرتش.
مفيش غير فاروق، هو اللي يقدر يدبر لنا اجرة الطيارة. فاروق ما عندوش فلوس، انا عشت معاهم وعارفه ظروفهم كويس. يزورها لنا. مش هيقدر، البوليس مشدد المراقبة عليه قوي. يعني ايه؟ هنندفن هنا بالحياة؟ انت تعبان، استريح دلوقتي، ما تفكرش في حاجة. برافو عليك، صوابعك تتلف في حريق. شكرا يا دكتور. انت فين لغايه دلوقتي؟ مفيش حد في الدنيا من حقه يسألني السؤال ده غير مراتي. كلم ايه؟ فين صلاح فين؟ فتش! احسن اقول هو فين؟ ايه اللي معاك دي؟ الحمد لله، مسألة هديت. دلوقتي ممكن نتوه وسط الخلق، نقدر نشتغل في أي حتة من غير ما حد يضرب بينا. نشتغل إن شاء الله في الفاعل، هنشتغل لغاية ما نلم حق التذاكر وبعد كده نطير. مش هيسيبونا في حالنا، الشرنوبي والحكومة واخويا مستكترين علينا نعيش حتى في تربة. ايه رأيك لو نروح لمأذون دلوقتي ونخليه يكتب علينا؟ باسبورتات معانا تغني عن البطايق. بس الباسبورتات دي مكتوبة بأسامي غير أسامينا، يعني المأذون هيجوز حسين لسامية، وأنا بقى عايزة صلاح هو اللي يتجوز فايزة. هما زمان قبل الباسبورتات والبطايق كانوا بيتجوزوا ازاي؟ بالإيجاب والقبول. يعني ايه؟ يعني تسألني إذا كنت أقبل أتجوزك، أرد عليك وأقول لك أيوه، زوجتك نفسي. تقبلي تتجوزيني؟ أقبل، زوجتك نفسي. خلاص بقينا متجوزين. لا، ناقص 2 شهور. 2 شهور 2 شهور. ربنا هو الشاهد علينا.
فاضل قد ايه؟ كتير. انا مش هخليك تنزلي الشغل بعد كده. من هنا ورايح ما تخرجيش من التربه، قصدي ما تخرجيش ورا البيت. انا هروح اجدد الدكتور باي طريقه. صلاح مفيش داعي، انا مش عيانه، انا حامل. حامل. بوشي بخير. المشاكلنا هتتحل. انا حاسس في كده، حاسس ان احنا هنقدر نجيب تذاكر الطياره ونسافر. انا اتخنقت، زهقت من العسل. اذا ما كنتوش عارفين تقبضوا عليه انا هخلي الناس تدور عليه وتجيبه. اعصابك يا شبابي بيه، اذا كنت قلقان نزود لك الحراسه شويه. كمان انا بقول لسيادتك عايز اخرج مش هتحبس. انا هعمل مكافأة اللي يقبض عليه 10,000 جنيه. والله يا سعاده الباشا الواد ده ما يسوى قرش ساخ. ايوه بس موقف حالنا ومعطل اشغالنا. على الاقل 4 مليون جنيه. وانت ذنبك ايه؟ مالك يا صلاح؟ انت مش جايلك نوم؟ بفكر في المصيبة اللي وقعنا فيها. ما تفكرش في حاجة دلوقتي، فكر بكرة. النهار له عنين. يلا تعالى نام دلوقتي. كل انت، اصل انت حامل ولازم تاكلي الاتنين. كنت بسمعهم بيقولوا كده.
صلاح ورا فاتر يلا حاضر فاتر ورا فاتر ايوه حاضر صلاح اهلا صلاح، انت ايه اللي جايبك هنا؟ شاب نوب عمل عليك حمله في الجرايد. انا جاي لك عشان كده. حد يخلي باله من الباب. انت ما سافرتش ليه؟ ما لقيتش فلوس؟ فاروق بلغ عني واخد ال 10000 جنيه. انت اتجننت؟ اسمعني كويس، ابدا مكافأة وديها لفايزة. انت عايز ترجع السجن تاني؟ عايز فايزة ما تتبهدلش. فايزة حامل يا فاروق، مش عايزة تتبهدل معايا اكتر من كده. سلمنا الحكومة وادي الفلوس لفايزة. كلام ايه اللي بتقوله ده يا صلاح؟ انا هخلق لك فلوس دلوقتي. يا اخوانا في 2 زمايلنا في دقيقة، اللي معاه فلوس مش لازمها يحطها هنا. حتى لو نسبان هم اولى. احنا ما نبقاش رجاله ما كناش نساعده هو ومراته. شوف وشك بخير. العين بصيرة يا ابني. النوايا تسند الزير يا امي. سفر بعد بكره، المطار 4 بعد الظهر. انت عارف ايه عقوبة مساعدة سجين على الهرب؟ انا ما ساعدتوش على الهرم. اتسترت عليه؟ ما حصلش. طب ليه ما بتقرش على مكانه؟ لاني ما اعرفش مكانه. ليه ما بلغتش عليه لما جالك المصنع امبارح؟ هو ما جاش المصنع، هو انا ما شفتوش من ساعة ما خرجت من السجن. مش الاستاذ فاروق برضو؟ انت مين؟ انا ابو الفتوح. اركب اتفضل. انت صديق صلاح؟ يا سعادة البيه ده صديق صلاح الوحيد، وعاوزين نعرف بقى امتى الصداقة دي عندك. تاخد كام بقى وتدلنا على مكانه. انت عايز ايه من صلاح؟ مش كفايه اللي عملته فيه؟ ما تسيبه في حاله بقى. انا بحمي نفسي منه. هو مش هيأذيك في حاجه. مش عارفك. انا عارف كويس. طب ليه هرب من السجن؟ وليه دخله؟ عبط تمن دخوله. اسمع يا فاروق، هروب صلاح بيضرنا احنا الاتنين. انا مش قادر اشتغل وانت كمان مش قادر تشتغل، لان البوليس بيراقبك ليل ونهار علشان انت الخيط اللي هيوصله لصلاح، والمراقبه دي منعك من ممارسه عملك التزييف لدرجه انك قبلت وظيفه تافهه في مصنع رعايه المسجونين. بتقبض منهم كام؟
ملالين يا سعاده البيت، ده قبل ما يخش السجن كان عايش ملك. وممكن يسترد عرشه. انا هديلك المبلغ اللي يرضيك. وانا هديك نصيحه لوجه الله، شوف لك صنعه تانية غير التجاره لانك ما بتفهمش فيها، بتضيع وقتك في صفقه مش هتتم. عشان نوبي بيه كنوز الدنيا دي كلها انا ما اقدرش اديلك كنوز الدنيا لاني ما املكهاش. خلينا في كنوزي انا كنت عامل 10,000 جنيه مكافأة لأي حد يقبض على صلاح، لكن طبعا انت مش اي حد، علشان كده هديلك 15,000 جنيه. وفر فلوسك، مفيش داعي تبيع وتشتري في الناس. 20,000. صلاح عمره ما هيتعرض لك. 50,000 جنيه. صلاح مسافر، هيسيب لك البلد باللي فيها. انت متأكد يا فاروق يا ابني؟ انا بنفسي حاجز له تذكرة الطيارة. بالسلامة ان شاء الله. ده حقك. بس انا مش هطمن الا لما اشوفه بعيني وهو بيركب الطيارة. هو مسافر امتى؟ بكرة. الساعة كام؟ 4. أمي صعبانة عليا، من ساعة ما دخلت السجن ما شفتهاش. أول ما نوصل بإذن الله نبعت لها تيجي تعيش معانا، عايزاها تبقى جنبي ساعة الولادة. مش خايفة من الغربة؟ أنا ما يهمنيش أي حاجة في الدنيا قد إني أكون جنبك. صلاح، اجري يا فايزة، اجري اجري. يا بنت يا صلاح، يا بنت، اوعى سيبونا سيبونا. مسكوا فايز يا فاروق. مسكوا فايزة.
حتى انت فاروق، حتى انت. اذا كنت انت هنت عليك نفسك وبعتها بالفلوس، مستغرب ليه ان انا ابيعك؟ ما تخافش، هو اللي كان لازم يموت من زمان. زي ما انت يا شرموبي، زي ما انت. انت دخلت هنا ازاي؟ مش مهم دخلت هنا ازاي، ولا مهم هخرج ازاي. لا 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 شرنوبي، بلاش الحاجات دي ارجوك. ايدك لفوق. حاضر، انا مستعد انفذ كل طلباتك. انا ماليش غير طلب واحد بس. الفلوس؟ عمرك. كل ثروتي تحت امرك، خدها عمر وانا سفرك البلد اللي تعجبك. هي دي البلد اللي تعجبني. صلاح انا ما ضربتكش على ايدك، انت اللي اخترت من الاول. في الاول ما كانش اختيار، كان غصب. استغليت فقري ولعبت بيا وعشمتني، ضيعتني وضيعت فايزة وضيعت فاروق والشاب اللي شيلته بدالك قضية الفراخ وغيره وغيره وغيره. تستغل ظروف الناس وتقول اختيار. الاختيار الحقيقي دلوقتي. وطبعا هتختار مصلحتك، هتختار العز والفلوس. انا دلوقتي افقر من الاول، لكن اقدر اختار. انا اخترت حبل المشنقة. ايوه، قتل مع سبق الاصرار. صلاح يا ابني انا ما عملتش حاجة، انا كل شغلي كان عندك. شوف بالقانون. تدمرت حياتي بالقانون بتاعك، ودلوقتي جه وقت القانون بتاعي.